ازيكم الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم عن مشكله بتواجهنا احنا شغالين على في الاستوديو، وهي ببساطه ان انا ممكن ادوس على علامه الريكورد غصب عني مش واخد بالي او حرف الار، واكون مثلا مشغل التراك وابتدي احرك فيدر معين مثلا عشان خاطر اوطي صوت حاجه. بعد ما اخلص بكتشف ان انا مش قادر اتحكم في الفيدر، وبيبتدي ان هو اوتوماتيك يظبط على نفس اللي حصل وانا بسجل. فمثلا دلوقتي بعد ما انا عملت الحركه دي هبتدي ان انا اغير في الفيدر، مش هيرضى ان هو يتغير. زي ما انتم شايفين هيبتدي ان هو يرجع تاني زي ما كان. لما اجي اوقف او اشغل هيبتدي ان هو يرجع تاني. فالحركه دي بكل بساطه عشان احلها هدوس كليك يمين، بعد كده اختار ديليت انيشال فاليو، وخلاص كده المشكله اتحلت. مهما شغل او وقف بيبتدي خلاص ان هو يرجع تاني زي ما كان وقادر ان انا اتحكم فيه. والمشكله دي ممكن تحصل برضو بشكل مختلف شويه. يعني لو انا كان حصل معايا الحركه دي وقف في باترن 4 اللي هي فيها الهاي هاتس اللي هي دي، ودايس حرف الار وانا مش واخد بالي، وجيت اسجل وبغير في الفيدر او بغير مثلا في فيدر تاني، هلاقي ان كل اللي حصل في الاوتوميشن ده اتسجل عندي هنا في الباترن. فانا دلوقتي عايز احل المشكله دي، فهي ليها طريقه بسيطه خالص. لو انا لحقت نفسي اقدر ان انا ادوس كنترول زد وخلاص الموضوع راجع زي ما كان. ولكن لو انا كنت اشتغلت ولاحظت ده متاخر، فانا طبعا عشان اعمل كنترول زد هبقى بوظت حاجات اوريدي انا اشتغلت عليها. فبكل بساطه هدوس كليك يمين على الفيدر، وبعد كده اختار ايديت ايفنتس، والايفنت بيكون ظاهر قدامي بالشكل ده. هدوس كنترول اي وبعد كده ادوس ديليت، فهو خلاص كده اتمسح من قدامي. مش هيرجع ان هو يعمل نفس الحركات اللي اترسمت وانا قاعد بسجل، بس هيفضل عندي برضو ان هو مش مستقر على حته معينه. انا كل ما بوقف واشغل بيرجع تاني للمنطقه اللي هو كان متسجل منها. فانا عشان برضو الغي الموضوع ده هختار ديليت انيشال فاليو، وخلاص كده انا قادر اتحكم في الفيدر زي ما انا عايز ومفيش اي مشكله. وفي النهايه اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وبشكر كل الناس اللي كملت لحد هنا. وما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو مع حد من صحابك يكون مهتم بنفس الموضوع. واشوفكم في فيديو جديد.